هو التوحيد يملأنا نعيما ويكرم أهله كرما عظيما، يضيء القلب بالأنوار حتى تراه على الهدى يحيا كريما، وتشرق روح صاحبه ثباتا فيمسي في تعبده مقيما. به اللهم شرفنا جميعا ليهدينا صراطا مستقيما. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، فالحديث في هذه الكلمة عن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخفى على الجميع بأن الله قد اختار هذا النبي من سائر خلقه وشرفه بأعظم دين الإسلام، وجعله خاتمة الأديان، خاتمة أديانه التي أنزلها على رسله وأكملها، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص كثيرة، ومن هذه الأمور التي شرفه الله تعالى بها الصلاة عليه، من حيث أن الله وملائكته يصلون عليه، ومن حيث أن الله أمرنا بالصلاة عليه، ومن حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أمرنا ورغبنا في الصلاة عليه وحذرنا من ترك الصلاة عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فيها: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هنا يخبر الله عز وجل بأنه تعالى يصلي على النبي، وكذلك الملائكة يصلون على النبي. وجاء التعبير هنا بالفعل المضارع ليفيد استمرار صلاة الله وصلاة الملائكة لهذا النبي الكريم. والصلاة من الله كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى: الثناء منه جل جلاله على هذا النبي الكريم. ومن الملائكة الدعاء والرحمة. وفي هذه الآية الكريمة يتبين لنا ويبين الله لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غنى عن صلاتنا، بأن الله إذا لم يصلي عليه أحد منا فقد صلى، فإن الله وملائكته يصلون عليه، ولكن الله أمرنا بالصلاة عليه فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمرنا بالصلاة عليه وبالسلام على هذا النبي الكريم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة عليه وقال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10. فانتبه يا عبد الله، إذا ما دام أن الصلاة من الله على رسوله الثناء، فأنت لما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يثني عليك الله عند الملأ الأعلى 10 مرات، والله يضاعف لمن يشاء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عدها بعض أهل العلم ركنا من أركان الصلاة، وذلك أنها تقرأ في التشهد الأخير من الصلوات الرباعية والثلاثية وتشهد الصلاة الثنائية. وقد كان الصحابة في صلاتهم يسلمون على الله وعلى رسوله ويقول: السلام على الله، السلام على محمد، ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، وإنما قولوا التحيات لله. والتحيات لله معناه نحييك يا الله بأعظم التحايا وأجمل التحايا
التي يحيى بها العظماء، فأنت تحيى بأعظم من ذلك كله. ثم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل على محمد. قالوا يا رسول الله إنا قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه إحدى صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكملها، لأنه هو الذي علمها أصحابه، ولا أوجزها مثل صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، وهو الذي درجت عليه الأحاديث النبوية المروية التي رواها الصحابة. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصحابة الكرام. وهذا من فضل الله علينا في التيسير بمثل هذه الصلوات. وهناك مواطن تشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها بعد الوضوء، لما تتوضأ تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أيضا بعد الأذان لما يؤذن تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. هذه من المواضع التي ينبغي للعبد أن يحرص عليها. وأيضا يوم الجمعة هذا عاد كوقت كالأوقات، إن من خير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه علي من الصلاة فإن صلاتكم تبلغني. قالوا يا رسول الله كيف تبلغك وقد أرمت أي بليت؟ قال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وذلك أنه وكل به ملك يبلغه سلام أمته. وهذه يا أخوان بشارة عظيمة لكل منا وتيسير من هذا النبي الكريم، وهو تيسير من الله عز وجل، أنه لا يحتاج أن توصي أحد أن يصلي عليك عند رسول الله حينما يزور مسجده، بل صلي عليه في أي مكان فصلاتك تبلغه صلى الله عليه وسلم. واحذر عدم الصلاة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. نعم، هو بخيل على نفسه، حرم نفسه الأجر. وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فسمعه الصحابة يقول آمين، ثم صعد الدرجة الثانية فسمعه الصحابة يقول آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة فسمعه الصحابة يقول آمين، فسألوه فقال جاءني جبريل حينما صعدت الدرجة الأولى فقال يا محمد رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر ولم يدخلها الجنة، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رقيت الدرجة الثانية قال يا محمد رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم لما صعدت الدرجة الثالثة قال يا محمد رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين. ومعنى رغم أنف يعني لاصق بالرغام وهو التراب. ومن الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمرين. الأمر الأول الصيغة، ولست أقصد الصيغة الطويلة أو المختصرة. لحين بعض الإخوان حينما يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، أين الصلاة على النبي؟ يا أخي أفصح بها تؤجر عليها، قل
صلى الله عليه وسلم، تأنى في ذكر الصلاة عليه حتى تكتب لك صلاة صحيحة. في الكتابة بعض الإخوان يكتب صلعم أو صاد. لما تبخل عليك بكتابة هذا المختصر؟ اكتبها صحيحة. أيضا من الأمور التي ينبغي الحذر منه وهو اختراع صيغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلها أحد من أصحابه، بل بعضها فيه غلو وبعضها فيه شرك والعياذ بالله. الحذر من هذه الصلوات المخترعة، واكتفوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله الحسن البصري حينما قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يا عبد الله، لن تكن أعلم بما يرضي الله ورسوله من رسول الله ولا من أصحابه، ولن تكون أحب لرسول الله من أصحابه رضي الله عنهم. فصلي صلاة صحيحة الألفاظ، انطق بها، تشرف بها، تلذذ